قصة عائلة بيرون. أحداث حقيقية حصلت مع كارولين وزوجها وبناتها الخمسة، ودي القصة اللي اتعمل عليها فيلم الشعوذة اللي تم إنتاجه سنة 2013. وباختصار شديد، إن العيلة دي كانت بتعاني من الظواهر الخارقة للطبيعة، زي الأصوات المرعبة اللي كانوا بيسمعوها بالليل، وأساس البيت اللي كان بيتحرك من تلقاء نفسه. وكمان وصل بيهم الأمر إنهم شافوا الأشباح بشكل مباشر قدام عينيهم. ساعتها كانوا طلبوا المساعدة من العلماء الروحانيين إدوارد وزوجته لورين، ودول كانوا مشهورين جدا في مجال تحضير الأرواح وطردهم من المنازل. وبالفعل اتضح إن في روح خطيرة جدا بتعيش في المكان ده. أولا، المنزل ده تم بناؤه سنة 1736، وعاش فيه 8 أجيال من نفس العيلة، والأجيال دي كلها كان تاريخها مأساوي. منهم اللي اتقتل، ومنهم اللي لقيوه غرقان في بحيرة قريبة من البيت، ومنهم كمان أكتر من شخص أنهوا حياتهم جوه المكان ده. ومن ضمن الأجيال برضه واحدة كانت ماشية في مجال السحر، وعلى طول تحضر الجن في البيت. ده يعني كان جزء من الأسباب اللي خلت اللعنة تحل على المكان، واللي بيقال إنها ما زالت موجودة لحد يومنا النهاردة. بالنسبة للعيلة اللي قصتنا النهاردة بتتكلم عنها، كانت مكونة من 7 أفراد، وهم كارولين وزوجها روجر، والبنات أندريا ونانسي وكريستين وسيندي وإبريل. المهم بدأوا يلاحظوا كلهم حاجات غريبة بتحصل في البيت من أول يوم سكنوا فيه، وتحديدا الأم. ساعتها لاحظت كارولين أثناء ما هي واقفة في المطبخ إن المكنسة اتحركت لوحدها، ولما قربت من المكنسة علشان تفسر الكلام ده حصل إزاي، بدأت تسمع أصوات خربشة جاية من الركن اللي جنب الغلاية. في البداية قالت لنفسها يمكن تهيؤات مش أكتر من كده،